حرب نجومه وصراع أبطال كان واحد لا يهم أين يكون، والديون القديمة كلاسيكو لأحد يعنيه علاقة. كارلو أنشيلوتي هذا الرجل الذي طال يقابل تشافي الذي يريد سويا بانتظار صافرة حكم سواء في الرياض أو جدة. الصافرة في الجهة اليمنى بيلعب لكرة رودريغو إلى كارفاخال، رودريغو عادت بعد ذلك إلى فينيسيوس صواب. سيكون بالتأكيد مجموعة من اللاعبين التي يبدأ من خلالها كارفاخال إلى جانب روديغار إلى جانب ناتشو إلى جانب مندي في خان تقدم فيها بيرسل كرة. الله، متابعة تصويبة يا رباه، ضربة أولى ضاعت يا توريس، ضاعت يا روبرتو. يعرف تشافي بأن الفرصة اليوم. فينيسيوس لو عدى بيلعب لكرة إلى بيلينغهام في التصويبة. أراد بيلينغهام أن يكرر ما قام به في كلاسيك صفة. الله، على يتقدم عدى. الله، الرقم 7 في مدريد، يعني الرقم 1، يعني أن تكون قائد المشروع، يعني أن تتقدم الصفوف الأمامية، يعني أن تكون رجل الكلاسيكو. وهناك المزيد دقائق أولى. بيلينغهام رجل ريال مدريد الأول الآن، صانع الهدف. ريال مدريد ينفجر، بيلعب لكرة مستحيلة يا ريال، مستحيلة يا ريال. ذهبت الحكومة وبقيت سعادة الشعبية فيني، وبقيت سعادة الشعبية فينيسيوس. ليلة الرقم 7، ليلة الميرينجي، ليلة الريال. متابعة ليفا تصويبة يا رباه، ضاعت. البارسا يريد أن يقف، البارسا الاستلام، التصويبة يا توريس. يا فران شوف اللقطة، شوف اللعبة. لكن روديغار والكرة تصويبة مستحيل يا رباه. لم يعد ما يكفي من الذخيرة، فلتكن الضحية قيمة، فلتكن الرصاصة بهدف. الكلاسيكو السوبر يعيدون تشواميني والكرة العرضية رأسية، الكرة إلى ركلة جزاء. ماذا نشاهد الآن؟ الجزاء فينيسيوس. الله، لم يكن رجل المناسبة. ما بين سنة 1996 وسنة 1998 ارتكب زوجين بلال موسى وسوزان إبراهيم قضايا مروعة في الأردن، كانت ضحاياهم في الغالب من النساء المسنات أو الرجال الضعفاء. كانوا بينهوا حياة الضحايا بطريقة صعبة وأنواع مختلفة من الطرق الصعبة. تم القبض على بلال وسوزان سنة 1998، اعترفوا بجرائمهم وأدينوا بإنهاء حياة 12 شخص تم الحكم عليهم، وتم تنفيذ الحكم في سنة 2000. كانت جرائم بلال وسوزان ما بين أكبر الجرائم إثارة للصدمة في تاريخ الأردن. علشان كده أثاروا أسئلة كتير حول أسباب العنف وقتها اللي تميزت بيهم الجرائم بتاعتهم. كنت عملت حلقة مفصلة عن حياة سوزان وبلال، والحقيقة أن الحلقة مليانة بتفاصيل كتير عن القضايا بتاعتهم وكل المراحل اللي مرت بيها القضية والتحقيق في القضية. لو انت حابب تشوف الفيديو بتاع سوزان وبلال هحط لك تحت في الوصف تحت الفيديو ده، تقدر تشوف الحلقة كاملة، هحط لك الرابط.